بس انا طالعه اوري المنظر ده لكل واحده هتفكر تروح عندها عند بياعه البطاطا اللي انا قلت لكم عليها قبل كده وتعمل شعرها. هتروح تعملي شعرك، دي النتيجه اللي انت هتشوفيها بعد كده. هم اسبوعين بالظبط وشعرك بسم الله ما شاء الله هيقع الوقعه دي. فدي شايفه، انت متخيله ان كميه الشعر دي كلها كانت طويله ونازله تصبح فاضيه بالطريقه دي، تبقى فاضيه كده وعامله كده. انت واخده بالك، انت واخده بالك قد ايه متقصف وواقع من شعري؟ واخده بالك يا حضرتك يا اللي هتفكري انك تروحي لها وتسترخصي؟ هتسترخصي هتعالجي شعرك بالافات بعدها خلص تمام. بصوا الشعر، بصوا عامل ازاي، بصوا المنظر. وهيحصل ايه يا مروه؟ الشعر ده هيتقل الارضيه كده بالمنظر ده، هتلاقي شعرها تقل. شايفين جذور شعرها؟ عايزاكم تركزوا بقى في جذور شعرها عشان تشوفوا الجذور دي بعد 5-6 شهور. بصوا بقى النتيجه كده بعد 5 شهور. احنا في شهر 8 اهو. شايفين دي طبعا دي كانت قصيره جدا. بصوا الشعر طالع عامل ازاي، طلع كله طلع اهو. شايفين المنظر كله طلع. طيب شايفين شعرها بقى من تحت؟ شايفين الشعر اهو طلع اهو 5 شهور ودلوقتي، او من 4 شهور ودلوقتي. الفرق اللهم بارك. الصغنن خالص اللي كان في شعرها بصوا طول ازاي. احنا كل ده ما غسلناش المادة على فكرة. الفيديو ده لمروه مختار. بصوا الله يبارك لك دنيا واخره يا شيخه، شعري بدأ يستعيد رونقه. بصوا فين، ما كنتش بعرف امسك الحته دي كده، كنتش بعرف امسكها، ما كانش فيه. فروح يا مروه الهي يبارك لك دنيا واخره بعيده. بقى عندي شعر، بقى عندي شعر.